لو نفسك في كيكة شوكولاتة هشة من غير تعب ولا مقادير كتيرة، فأنا جايبالك أسهل وصفة ب2 مكون بس وهتعملي أحلى تورتة شوكولاتة. يلا نبدأ. بسم الله. هنحتاج ربع كوباية مية و4 بيضات و350 جرام دقيق اسبونج شوكولاتة ومعلقة محسن جل. في بولة كبيرة هنحط كل المكونات على بعض، المية والبيض والدقيق الاسبونج، وهنضربه بالعجان أو مضرب البيض لمدة 8 دقايق على سرعة عالية لغاية لما القوام معانا هيفتح اللون تماما. زي ما انتوا شايفين اللون شوكولاتة شوية اهو، لكن مع استمرار في الضرب هيفتح تماما والقوام هيبقى تقيل وكمان الكمية هتتضاعف. ده القوام المظبوط للدقيق الاسبونج لما نيجي نضربه. مهم قوي نختار كمان دقيق اسبونج نوع نظيف، جولدن باك وايزي شيف من افضل الانواع. هنستخدم قالب مقاس 24 علشان نطلع 3 طبقات من 350 جرام دقيق اسبونج. هنخبزهم على فرن درجة حرارته 180 ونكونوا مسخنينه مسبقا. هتاخد من 35 ل 30 دقيقة. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك طالعة جميلة جدا وهشة. هنبتدي نقطعها. هستخدم المنشار هنا 3 طبقات وهعمله على اول درجة علشان يطلع لي 3 طبقات متساويين. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك المسامات كلها ضيقة، ومعنى ان هي هشة مش مفيهاش هوا كتير، ف يعني الكيك اللهم بارك جميل جدا جدا جدا. انا هنا هبتدي اتخلص من الوش ده، وهنا معانا 3 طبقات حلوين قوي. تقدري تزينيهم بقى بالشوكولاتة او بالكريمة وتعملي احلى كيكة من مقادير سهلة وبسيطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش الاشتراك واللايك، واشوفكم في فيديو جديد.